السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم راعي طويل سوالف كورة. اليوم بتكلم عن الجولة 20 وصاحبها من أحداث كثيرة ومثيرة. طبعا في البداية خلينا نتكلم عن الجولة 20. كان فيها عدة مباريات مهمة على قمة الجولة بين الأهلي والنصر اللي انتهت بفوز النصر 2-1. أعتقد النصر تفوق، يعني بتفوق بفروق فردية لاعبين يعني زي مرابط، زي حمد الله، برونو، مايكون. أعتقد مثلا اللعيبة الفروق الفردية رغبة الفوز الأكثر هي اللي منحت النصر الفوز. حمد الله ظهر بشكل ممتاز، مرابط ظهر أيضا بشكل رائع. اتضح هذا في الهدف الثالث، عرضية مرابط رغم الضغط الدفاعي عليه. أيضا هدف حمد الله برغم من تواجد المدافعين اللي كانوا أقل إمكانيات وأقل قدرة في إيقاف هجوم النصر، بعكس هجوم النصر متمثل في مايكون، برونو، اللي قدروا يكسبون المواجهات الثنائية أو الفردية مع عمر السومة الجانيني اللي ظهروا بمستوى أقل. خصوصا النصر ما كان منظم دفاعيا، لكن كان عنده أفراد جيدين، برونو ومايكون شكلوا ثنائي ممتاز في ذيك المباراة، لكن كان في مشاكل في التنظيم، تمركز اللاعبين، كان في مساحات، وكان عند الأهلي فرصة أن يتفوق، لكن أعتقد أن عمر السومة الجانيني ما كانوا في مستواهم، بالإضافة إلى تأخر نزول عبد الفتاح وعدم إشراكه من بداية المباراة. أعتقد أثرت على الأهلي وأعطت الأفضلية للنصر. الهلال من ناحية ثانية فاز على القادسية 4-1، هجوم قوي كالعادة، لكن الدفاع عليه ملاحظات كثيرة. يكفيكم نذكر لكم من آخر 5 مباريات مع الرائد، الباطن، الفيحاء، القادسية والفتح، الهلال استقبل 6 أهداف مع فرق ما تملك القوة الهجومية اللي ممكن تملكها فرق أخرى. إذا يحتاج الهلال أن ينظم دفاعه بشكل أفضل، وهذه عاد مهمة زوران في الفترة القادمة. الشباب قدم مباراة كبيرة رغم الطرد، قدر يعود رغم تعثرات في الجولات السابقة. الشباب عنده الكثير أن يقدمه، لكن يحتاج الوقت، يحتاج يكون مدرب أكثر جرأة، رغم أني أعتقد أن طريقة دفاعية قد تكون مناسبة حاليا للشباب، لكن هو عنده القدرة. يحتاج يكون عنده أسلوب هجومي، يعني ما نقول تلعب زي الهلال، لكن يعني يكون عندك مبادرة هجومية، يعني هدف هدفين ممكن تخلص لك المباراة مع قوة الدفاع اللي موجودة عند الشباب. التعاون بالنسبة لي فريق كبير وقوي جدا، فوز على أحد 4-1 هذا بس علامة على الثقل الفني لهذا الفريق، اللي يعتبر أنا أشوفه من أثقل الفرق الفنية وأفضل 3 فرق في الدوري السعودي. يعني لو أنا بالنسبة لي تسألني أفضل 3 فرق في الدوري السعودي، الهلال، النصر، والتعاون هم الأفضل فنيا بصراحة. لكن يحتاج أن يكون عنده ثقافة الفوز، يحتاج أن يحسون أنهم فريق كبير، لازم يستشعرون هذا الشيء. هو أنا بالنسبة لي أفضل أجانب في الدوري السعودي، يعني ككامل خطأ 8 أجانب، أفضل 8 أجانب مجموعة وهي موجودة للتعاون. الفريق عنده أكثر مما يقدمه، وأعتقد أنه يمكن يخرج هذا السنة ببطولة. الاتحاد والرائد، تعادل الاتحاد والرائد 1-1. المباراة هذه يعني في مشاكل فنية بالنسبة للاتحاد، بتكلم بشكل. الرائد أعتقد قدم مباراة ممتازة، خانف فقط الهجوم في فرص كانت ممكن تتسجل للرائد، لكن براعة فواز القرني، اللياقة، ممكن أن الهجمات اللي كانت الخطيرة كانت في آخر دقائق، فالإجهاد وقلة التركيز يمكن ما يعطيك الفرصة، لكن أيضا ما نغفل فواز القرني هو أفضل حارس سعودي حاليا. انقاذاته شيء خيالي، يعني انت يشيل كور، يعني هذا ديخية القرني مو فواز القرني، خصوصا اخر 3 مباريات. اللاعب فقط يحتاج ان يكون عنده عقلية اللاعب المحترف اللي يبغى ينجح ويبغى يقدم اكثر. فواز القرني مشكلة لاعب مزاجي، اذا راق صعب جدا انك تسجل فيه، لكن يجي مباريات يكون ما هو في المود. فهذه مشكلة اللاعب السعودي بشكل عام، الموهبة ما هي ناقص اللاعب السعودي، لكن يحتاج اكثر انه يكون محترف بشكل اكثر ويلعب على كرة القدم، انه يطور نفسه. واعتقد انه لو انهم يعني زي فواز القرني، نواف العابد، قبل مصطفى بصاص في فترة مع الأهلي، خالد شراحيلي في فترة مع الهلال، في النصر زي يحيى الشهري، اللعيبة هذول، محمد السهلاوي، عندهم الموهبة، عندهم القدرة، لكن الفكر الاحترافي، العقلية، عقلية اللاعب المحترف اللي يبغى يطور نفسه ينتبه لنفسه، لكن ما هي موجودة في اللاعبين عندنا. إذا أنا أشوف فواز القرني كان له دور كبير في خروج الاتحاد بالتعادل، تصدى الانفرادتين يعني شبه خيالية، يعني كان ممكن أنها تسجل. طبعا في الاتحاد يعني قدم مباراة جيدة، كان العيب في أحمد عسيري، طبعا واضح 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 اختلال الاتحاد بعد خروج مروان داكوستا ودخول أحمد عسيري، الفرق واضح بين اللاعبين، وأثر على دفاعات الاتحاد بشكل كبير. بالإضافة لخط الوسط، وجود 3 لعيبة فوق 30 سنة
جهدهم البدني لا يمكن يواكب المباريات الدوري السعودي ورتم الدوري السعودي ورتم الفرق المنافسة، خصوصا في وجود 8 محترفين. فيلانويفا، سانوغو، كريم الأحمدي، الثلاثي هذول ما يلعبون مع بعض. المفروض يكون عبد العزيز بيشي موجود، جمال باجندوح، لاعب شاب، لاعب يقدر يحرك الفريق، او يعني يعطي فرصه ان الفريق يعني مثلا لما يكون جمال باجندوح موجود يعطي فرصه فيلانويفا يخفف عليهم من الادوار الدفاعيه، ممكن انهم يلعبون على قدام اكثر، او انك تلعب عبد البيشي يمكن يساعد في تحريك اللعب، سرعه الايقاع وسرعه ايصال التمريره، عشان تقدر انت تواكب الفرق اللي انت تلعب معها. طبعا الاتحاد في الشوط الثاني تحسن، خصوصا بعد دخول عبد العزيز البيشي، وتوفرت عده فرص وكان ممكن قريب انه يسجل، الى درجه انه في كوره يعني حقت عبد الرحمن الغامدي قدر يعدي من لاعب اثنين، الثالث كانت في لمسه يد من لاعب الرائد. طبعا الفار ما تدخل، وهنا نبدا نتكلم في الموضوع العجيب. طبعا هذا الموضوع انا بالنسبه لي ما ادخل في التحكيم يعني، ولا احاول قد ما اقدر ما ادخل في التحكيم، لانها مساله جدليه. يعني انت بتجي تقول لي ها بلنتي، واحد يقول لك مو بلنتي، لمسه يد، دعس على رجله، ضرب خشمه، انت خش عينه، اكل اذنه، ما اكلها، ما انتخشها، ما لعبها. فمسألة جدلية، لا أقدر بوصل معك الحل ولا حتوصل معي الحل، فلذلك أنا ما أدخل في هذه. لي قناعاتي أنا بتسألني عن حالات معينة بقول لك قناعتي، لكن ما هي يعني ما أقدر أقول لك جزما أنها صحيحة. أولا لأني أنا لا عندي خبرة تحكيمية، ما عندي إلمام بقوانين تحكيمية، فما أقدر أفتي لك يعني، ولا أنا ودي أفتي يعني، وعندي فتاوي الخاصة ما عليه خلاف، لكن ما أبغى أفتي، لأنك لازم أنت تطلع، ولازم يكون في ناس محللين عندهم الخبرة. لو أنا عندي الخبرة أعطيك، بس أنا ما عندي خبرة فما أدخل. لكن في بعض الحاجات اللي تشاهدها تخليك أنت تستغرب. يعني أنا ما أستغرب يعني زعل الجماهير كلها على الفار، الجماهير كلها ما حد راضي على الفار، يعني خلينا ما نقول كلها، نقول أغلبية الجماهير ما هي راضية على الفار، لأن في حالات يعني تحسب بلنتيات، يعني حالات سهل يعني حتى اللاعب نفسه ما احتاج يعني ولا طلب فيها بلنتي، لكن فجأة تلقاهم يرجعون للفار وحالات بسيطة جدا وتحسب بلنتي. يعني في حالات كثيرة صارت، وفي حالات تكون واضحة جدا انها بلنتي ما يتم الرجوع للفار اصلا. المصيبة اللي صارت في مباراة الاتحاد والرائد غير هذا كله، اللي يخليني انا سكت يعني وتكلمت في الفار في فترة، يعني من باب يعني ما يحتاج، والفار يعني خلاص يعني ما تاخذها بالطريقة يعني. وانا حقول حتى الاتحاديين الفار ما نفعكم، اوكي لا الاخطاء التحكيمية قد تحصل، لكن اللي صار بعيد عن الاتحاد والرائد ان ان خليل جلال قرر يسوي ذكي، قرر انه يستغفر الشعب السعودي، يستغفر المتابعين بكل اطيافهم يعني، وطبعا بخصوص الاتحاديين يعني. فقرر انه يجيب لك حكم يسميه كريستوف ياكوبيك. نعم كريستوف ياكوبيك، هذا الحكم البولندي. يعني انا حتى مستغرب، يعني كلنا جميعا ان هذا كريستوف ياكوبيك حكم بولندي، فجأة تلقى حكم قمحي في غرفة الفار. من الحكم القمحي هذا؟ حكم القمحي هو سلطان الحربي. سلطان الحربي هذا الحكم القمحي اللي هو اللون الرسمي، الراعي الرسمي لخشش السعوديين، يعني كلنا انا قمحي، تفتح جواز السفر هتلقى كلمة قمحي، يعني حتى تروح انت بعدين تقول وش لونك، يجيك امريكي يسالك وات از ذس كلر، تقول له قمحي بريد. فالواننا مميزه، يعني مميزه جدا يعني. فما تقدر تجيب لي حكم قمحي سعودي وتحاول تجيب لي بالابيض البولندي وتقول هذا هو الحكم. يعني الاستغفال ما يوصل بالدرجه هذه للناس، بغض النظر صحه الحاله التحكيميه او خطاها، لكن هذا كان استغفال كبير للمتابعين وخصوصا الاتحاديين، ومستفز الى ابعد درجه. يعني اصلا حتى سلطان الحربي له موقف مع الاتحاد قبل موسمين في مباراه الوحده، 6 حالات تحكيميه مشبوه انها ضربات جزاء للاتحاد، وتكلم عن ضربات جزاء للاتحاد، 6 حالات تحكيميه. الاتحاديين الحكم هذا بالنسبه لهم يعتبرونه ظلم الاتحاد بشكل كبير. طبعا في ناس يقول لك مو من حق الاتحاد يختار حكم، او ما اقول مو من حقه، لكن مثلا لو تجي للهلال وتحط مطرف القحطاني حكم فار ما يرضون الهلاليين بهذه الطريقه. لو تجي للنصراويين وتحط لهم سعد الكثيري حكم فار ما حد حيرضيه. لو تجيب مثلا الاهلاوي وتحط لهم ابو زنده ما حيرضيهم هذا اللي انه يحكم لهم حكم فار ولا يكون هو المسؤول عن نتيجه مباراتهم، لان هذول الحكام اثبتوا فشلهم على مستوى الميدان وعلى مستوى التحكيم. وانا ما اقول هذا الكلام لان انت في الدوري هذا السنه ما في ولا حكم سعودي يقدرون يعطونه بشهاده كثيرين من لجنه التحكيم ان الحكم السعودي غير مؤهل انه يدير مباراه في دوري المحترفين السعودي، وكيف انا اسلم فار؟ هذه مصيبه اللي صارت. لأن ناخذ على أول نقطة في مشكلة الحكم السلطان كريستوف
في حكمنا كريستوف الحربي. اول شيء انك انت جايب حكم اجنبي تتفاجأ بحكم سعودي وهو سلطان الحربي، وهذا شيء غريب. يعني انت على اي اساس وضعت الحكم؟ وهذا استغفال للناس. طبعا خليل جلال طلع وقال سلطان الحربي كان مساعد لحكم الفار اللي هو كريستوف ياكوبيك. هذا الكلام غير منطقي. طب مساعد وش يسوي مساعد؟ يعني مساعد يعني ما يعني جاك اعلامي انا ما اعرفه يعني يتكلم في برنامج الديوانيه في قناه رياضيه يقول لك ما له شغل بسلطان الحربي، مجرد مساعد. لا مساعد ايش يسوي له الشاهي مثلا؟ يروح يغسل له السياره، يدله في بريده لا يضيع ولا وش يسوي؟ يعني يعلق ملابسه يوديها المغسل ويرجعها. مساعد يعني انا تقول لي مثلا هذا موجود كمتدرب، انا اقول ممكن متدرب يشوف الحكم ايش قاعد يسوي عشان هو يتعلم. ما ندري هو يتعلم ولا ما ظنتي في من وراء علمه. طيب موجود ليش؟ طيب تقول انت مساعد حكم الفار يعني انه يساعد، يعني انه له دخل في القرار، يعني ممكن يشير الحكم بشيء. فما تقول لي لا ما له صلاح، لا صلاح. كلمة مساعد لما يقول لك مساعد وزير، مساعد طباخ، مساعد سواق، لهم دور ويتدخلون بشكل يعني في قرارات هذا حكم الفار ولهم تأثير له ولهم وهم مسؤولين. فعلى أي أساس جبت هذا الحكم؟ هذا إذا افترضنا إني أنا بالنسبة لي أوقن إيقانا وعندي إيمانا تام إن كريستوف الحكم البولندي هذا ما طب السعودية ولا حضر هذه المباراة ولا وجد في الفار. الدليل وانا على حسب يعني كذا بحث سريع انا سويته، هذا الحكم في 16 فبراير اللي هو يوم السبت اللي بعد المباراة كان عنده مباراة مع فريق اسمه بولونيا والليختيا البولندي في الدوري البولندي بنفس التاريخ. يعني تخيل بعد مباراة الهلال، بعد مباراة الاتحاد والرائد في بريدة، الرجال عنده حكم مباراة يحكم ميدانيا في مباراة في الدوري البولندي بعدها يعني جمعة سبت. تفهمني ان هذا الحكم خرج من بريدة، خرج من السعودية وسافر 11 نقول خلص المباراة 10 ونص، سافر الساعة 12 الى بولندا في رحلة تقل ان اقل شيء الرحلة تكون 7 ساعات وقد تصل الى 10 ساعات عشان يوصل بولندا اللي يمكن يوصلها الساعة 2 الظهر مثلا على حسب توقيتهم. وكيف بيقدر يرجع يحكم مباراة في الدوري البولندي؟ هل هذا منطق؟ تبغون تضحكون علينا؟ يعني ايش يعني للدرجة انتم ما حد مانع عنكم؟ اذا كان هذا خليل جلال يسويه مو استغفار ايش تسمونه؟ يعني انا بقول لك يستغفر الناس، ترى انا هذا اقل درجات الاتهام يمكن اللي انا اقدمها، لان انا اللي صار يمكن انه يفوق حتى درجه الاتهام. لكن انا ما ابغى ادخل في ذمه، ما ابغى ادخل في اتهامات ما عندي دليل عليها. لكن ما فعله خليل جلال لا يمكن يسمى انه يكون يدير هذا ادمي اي شيء بهذه الطريقه، لا يمكن. يعني انا بالنسبه لي انا اتكلم عن رايي الشخصي، انك تجيب حكم ما يعني تجيب حكم ما هو موجود وتحط تلفق لي اسم وتجيب بعدين سلطان حربي تركبه في الحكم هذا والحكم ذاك ما تدري وينها اصلا، وتجي تقول لي بعدين والله انا رئيس لجنه التحكيم، انت رئيس لجنه التخبيص، انت رئيس لجنه اللهم لك الحمد. يعني الواحد لا يمكن ان يعني انت تقبل اخطاء تقبل غلطات، لكن ما تقبل استغباء الناس. هذا اكثر شيء يقهرني. يعني اكثر شيء يعني اقلها لبس باروك وحط نظارات شمسيه اصبغ وجهه ابيض بلونها القمحي. سلطان الحربي نعرف من 5 كيلو من 10 كيلو اقدر اقفط لك سلطان الحربي، جاي حاطني في الفار. اول ما جت لقطه الفار الرجال سحب ويقول لك لا هو ليس موجودا في وش قاعد يسوي عند الشاشه؟ يلعب ببجي مثلا؟ قاعد يلعب كملنا في على وش قاعد يسوي عند الشاشه اذا كان ما هو ما صلاح في الحالات التحكيميه وداخل قناه الفار ليش؟ طيب يعني شيء يثير الانزعاج. يعني المشكله هذه الاشياء اللي قاعده تصير صارت من قبل. يعني احنا نتكلم في نفس هذا الاتحاد السعودي لجنه مسابقات محمد آل الشيخ الذي خرج، محمد الشيخ اللي خرج المتحدث الاعلامي باسم الاتحاد السعودي خرج يتكلم عن نقل مباراه النصر واحد انها طبيعيه وان تم القرار والخطاب صدر من لجنه المسابقات. عادل البطي استقال يقول تم نقلها غير علمنا. قال محمد الشيخ اسالوا البطي. طلع نائب رئيس اللجنه وقال ما في خطاب، واذا كان محمد الشيخ صادق يطلع الخطاب نقل مباراه النصر واحد. ايش سوى محمد الشيخ؟ طلع قرار خطاب باسم مؤمنه. قالوا طيب مؤمنه ما يشتغل لجنه المسابقات. جاء طلع بعدين قال ما يشتغل. طيب خلاص يلا مؤمن انت رئيس لجنه المسابقات. استغفال للناس ولا استغفال لنفسك؟ ترى في الاخير انت تطلع الغبي. يعني خليل جلال انت الغبي. يعني بالتصرف اللي تصرفت في حركه سلطان الحربي وقصه الحكم اللي انتم ما ادري انتم جبتوه او كان مجرد استعاره اسم ولزقتوه في سلطان الحربي، والحكم هذا نفسه عنده مباراه يوم السبت في 16 فبراير في الدوري البولندي
اذا كان تقنعني انه سافر حكم مباراه في السعوديه هنا فار، ورجع اخذ رحله وسافر رحله تستغرق 10 ساعات ورجع وحكم هناك، يعني انكم انتم مخبصين يا البولنديين شكلهم الله بالخير ما يدرون والله حاطهم. المهم انكم انتم الاثنين كلكم دجه. لما تتكلم عن محمد الشيخ وقاعد يكذب على الناس ويقول فيه خطاب ويطلع ما في خطاب ويطلع له خطاب ويسميه باسم مؤمنه، ومؤمن يطلع لنا لما عينت مؤمنه الخطاب اصلا صادر قبل تعيينك المؤمنه، انت قاعد تخبص، انت قاعد تحوس امها، انت ما تدري وين الله حاطك. يعني لا يمكن انك تتقبل هذا الشيء اللي قاعد تسويه. يعني انت ما تقعد مع نفسك تقول انا غبي، انا كيف اسوي كذا؟ ولا هي اوامر هي قاعده تجي عليكم من اول، وانتم قاعدين ما تعرفون تتعاملوا معها وقاعدين ترجعون للناس بهذا الطريق. المشكله هذه ما هي اول مره، يعني انا ما اتهم قصي الفواز، هذه المشكله تكررت في احمد عيد، تكررت في عهد عادل عزت. يعني مثلا اللي يجينك يقول لك الله يا احمد عيد يا زمن المنافسه الشريفه، يا احمد يا اللي ذبحتك الصبابه والعشق. احمد عيد اللي رفع في الاهلي مثلا في لجنه الاحتراف عبد الله البرقان، رفعوا باسم الاتحاد السعودي اللي كان يرأس احمد عيد خطاب في الاهلي ان نادي الاهلي قذر. احمد عيد اللي يوقف مباريات من اجل الذات العام. احمد عيد اللي نقل مباراه للنصر والتعاون من بريده للرياض بدون سبب شيء الا دق على الدفاع المدني قال الملعب مو صالح، والناس كلها تلعب ذا الملعب، سبحان الله الحين صار مو صالح. هذا هو احمد عيد الذي هو لم الله يا احمد عيد. احمد عيد اللي استلف المدرب يلعب في المنتخب في كاس اسيا. احمد عيد يعني التخبيص شيء صار زي العاده، هذول مجموعه مزهريات ويجمعونهم. فلا يمكن انك تجي تقنعني مثلا مهما كان التبرير ان خليل جلال يعني كان صح. واحد يقول لك لا تلوم لا الوم سلطان الحربي. سلطان الحربي وجه رازه، على اي اساس هذا يحطونه في الفار؟ هل عنده دوره؟ هل عنده تدريب؟ هل عنده رجال يا رجال ما عاد حتى الحكم السعودي ما عاد ينزلون الملعب، تجي تحطه في تقنيه الفار على اي اساس؟ عنده دورات؟ عنده شهايد؟ وطيب وين الحكم هذا حقكم اللي انتم جايبينه كريزستوف؟ لا يوجد كريزستوف، ما دخل السعوديه ما طبها. انا متاكد من الكلام هذا، لأن لا يمكن بالمنطق وبالعقل أن حكم يحكم مباراة فار في السعودية وياخذ رحلة 10 ساعات عشان يرجع يحكم مباراة في الدوري. هذا لا يمكن، لا يحصل إلا في دوري الهمج والمتخلفين، وهذا دوريكم دوري همج ودوري صلق بيض، دوري دايخ بهذا الطريق. لأن الاتحاد السعودي إلى الآن من خلال 3 إدارات بعد وفاة الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه، من بعدها إلى يومك الاتحاد السعودي غير قادر على إقامة منافسة شريفة وعادلة إلى الآن. أي واحد مثلا سبحان الله اللي يتوجدون على أيام أحمد عيد عشانهم أخذوا كم بطولة، هذا أنت براحتك، أنت فرحان فريقك جاب بطولة فتشوف أن العدالة تجلت في أبهى أشكالها. لا، أحمد عيد فاشل مثل ما هو قصير فواز فاشل، مثل ما عادل عزت فشل، مثل فشل كلهم، مثل المزهريات كلهم طقم واحد تأخذهم تحطهم في الصالة، هذول مزهريات. إذا جوك ضيوف تقول شوفوا مزهرياتنا، اما اكثر من كذا هذول لا يمكن لهم في المجالات الاخرى ينجحون، هذا شيء وارد. لكن انك تجي تقول لي انهم في مجال الرياضه ما في يعني انا لما اتكلم لك عن خطا تحكيمي مثلا، تحصل اخطاء تحكيميه، الاتحاد تعرض اخطاء تحكيميه قبل هذه المباراه، لكن مساله اللي صار في الفار هذه مساله ما يسكت عليها، لانها خارج حدود الاخطاء البشريه، لان تسوون مو اخطاء بشريه، اخطاء ما تدري يعني حط اي شيء غير بشريه فيها، اخطاء مزهريه. وهذا طبعا انا قاعد احاول اكون قد ما اقدر اني ماشي، لانه في شبهات انا اتوقع حتى بيكون يعني لو جاء واحد قال هذول فاسدين انا ما اقدر ادافع عنكم اقول لا مو فاسدين، ولا اقدر اقول لا تدخل في ذممهم. انا صراحه اللي قاعد يصير صراحه ما له تفسير يا اخي، الاربعه ما له تفسير. خليل جلال على اساس حطيت سلطان الحربي وجبت الحكم كريزستوف اللي لا يمكن ولا حد شافه في السعوديه، وفجاه يطلع عندنا مباراه في السبت في 16 فبراير يوم السبت بعد المباراه على طول تقول كان الحكم عندك فار؟ ايش انت تتكلم؟ انت من؟ احترم عقول الاوادم اقلها، قبل لا تحترم نفسك، قبل ما تحترم رياضه السعوديه احترم الناس اللي تتابعك، عشان تكون محترم لازم تحترم الناس اللي قدامك. عموما هذا اختصار للي صار يعني، وحاولت اني قد ما اقدر اني ما يعني ادخل في ذم احد او اني اغلط على احد، لكن الموضوع صراحه مستفز الى بعد درجه. ننتظر طبعا مباراه الاتحاد والجوله الجايه، وإن شاء الله أن يكون الوضع أفضل، وأن الناس هذه تتأدب وتفكر وتحترم الناس اللي قاعدة تشاهدها، لأن هذا صراحة قلة أدب. إنك تسوي هذا الشيء هذا قلة أدب، لا يمكن إنك أنت تتقبل بأي طريقة من الطرق يعني اللي صار
في مباراة الاتحاد والرائد أو في أي مباراة ثانية، من يعني زي مثلا في مباراة النصر والتعاون لما احتسب هدف النصر تسلل وجاك الاحتفالية بين حكام الفار محتفلين، هذا أيضا شيء مقزز. ويجي يقول لك والله احتفلنا صدنا حالة على اساس انك صدت نمر ولا صدت اسد، صدنا حالة، صد حالة شغلتك، صد حالة، صد لك تسلل والله الفيت، صد لك تسلل في مباراة النصر والتعاون، بغيتوا تحتفلون زين الحمد لله انهم قافطينكم. فقال احترموا الناس قبل ما يعني انا ما عندي مشكلة انك تحسب حالة خطأ وحالة صح، هذا شيء بعدين كرة قدم نقول، لكن لما يكون هذا التنظيم وهذا نوع من استغفال الناس ونوع من أشكال الفساد، لكن نقول يعني الفساد العفوي، يلا قد ما نقدر ما نحاول نخش في الناس. عموما إن شاء الله في مباراة الاتحاد والهلال الجولة الجاية ومباراة الاتحاد والهلال بالخاص الكلاسيكو يكون لنا موعد معكم وتكون الأمور أفضل من كذا، ويكون الناس أكثر أدبا وأخلاقا واحتراما لعقول المشاهدين. سبسكرايب، لايك، يعطيكم العافية.